طبعا يعني الأردن بلد مضياف للعمالة المصرية لسنوات طويلة جدا، ويحفظ جميع حقوق العمالة المصرية بجانب المشكلات والأزمات ومشكلات كتيرة جدا بتظهر على أرض الواقع، وإحنا بنخاطب دايما كل الجهات المسؤولة والمعنية من أجل حل هذه المشكلة. كانت هناك مشكلة يعني مواطن مصري كان توفاه الله داخل إحدى المستشفيات، وكان مطلوب منه دفع مبالغ كبيرة جدا، وبجهود المخلصين لهذا الوطن تم حل هذه المشكلة بتظافر جميع الجهود من مختلف الجهات وعلى رأسها الجهات الأردنية، وتم إنهاء هذه مشكلة المصري المتوفي داخل إحدى هذه المشكلات. المصري المتوفي مصطفى حمدي نصار سوف يعود إلى مصر في الساعات القادمة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، وكل الشكر للجهات الأردنية وأولها مؤسسة الضمان الاجتماعي وسيادة محافظ المفرق وسعادة نائب المحافظ وصفي العدوان. ومن الجانب المصري أحب أشكر الأستاذ قنديل نصر رجب عضو الاتحاد في الأردن، والسيد فتحي يوسف أحمد صاحب يعني إحدى المزارع، والسيد خالد جمال عبد الرحيم ومتابعة الاتحاد العام ورئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج داخل هذه المشكلة. وزي ما كنت بقول مع المهندس إسماعيل من شوية، عند الأزمات بنجد يعني معادن الرجال ومعدن المصري معدن نفيس. فيعني كل هذه الجهات سواء من مصر أو من الأردن أنا بشكرهم على انتهاء هذه المشكلة اللي كانت بتؤرق المصريين المقيمين في الأردن، وكانت حديث شبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.